مصر انجزت انجاز في قطاع الكهرباء مش هنناقش فيه، عشان بس ده مش الكاميرا الخفيه، ده في طريقنا وبنشوفه محطات وميجز دخلت زياده وبنصدر والدنيا زبادي في الخلاط. اي نعم الدولار بيعلى بس ما تحطش في دماغك. طيب انا كنت منبسط، قلت بقى بلدي وكهرباء وهنصدر، والرئيس طلع قال انه هيمد السعوديه بكهرباء والاردن وكذا، والنبي في زغاريت، ده فال حلو ان شاء الله، وانا لابس اصفر انا اتفائلت. وقال هنمد بمين الكهرباء والسودان وليبيا وكذا والاردن، حاجات كلام يعني وسط كل العبث اللي احنا عايشين فيه ده تلاقي لمبه منوره كده حلوه جدا. وعايزين نقول برضو ان انت لما تنتج كهرباء وتصدرها، ما هو ده زي اللي احنا بنطالب بيه مدن صناعيه ومجمعات صناعيه واصدر وادخل دولار، نفس الحكايه يعني. اي نعم مفيش بركه في موضوع الكهرباء، الدولار ما نزلش، انما ان شاء الله يوما ما سوف ينزل، هذا ظني بربي. فرحنا. لكن في ذات السياق عندنا مثل بيقول لك ايه؟ قالوا الجمل طلع النخله. انت بتتكلم جد؟ قال له اه. قال له طب ادي الجمل وادي النخله. وهو الجمل جاي طالع ضرب مرشدير وقع. ليه؟ النخله مالت. ليه؟ اصلا ما اتحطتش كويس. وانا قصد ابدا بهذه المقدمه الخفيفه يعني. ليه بقى؟ ما هو يعني لما تيجي تبني، المنطق بيقول ايه؟ اساس، تعمل دراسه تربه، تحط اساس يناسب هذه التربه وهذا الارتفاع وهذه الاحمال الى اخره. فالطبيعي والمفترض انه الدوله المصريه لما عملت هذه النهضه الكهربائيه العظيمه، استر يا رب، يعني قالت او رصدت هي عايزه تحقق ايه من ده والنتائج، واخد بال حضرتك؟ ما بعمل ده ليه؟ عشان ما يحصلش كده. طب جميل. وتصديقا لكلامي طلع المهندس اخويا الكبير الفاضل المحترم محمد شاكر وزير الكهرباء وقال تصريح عظيم انا بحبه، انشكحت بس ما لحقتش. قال لك انتهى عصر تخفيف الاحمال. والله قال كده. انتوا مش مصدقيني؟ انتوا انا ضحكت عليكم قبل كده؟ قال كده. قال كده انتهى عصر تخفيف الاحمال. هو ما كانش يقصد تخفيف الاحمال الكهربائيه. انتوا اللي فهمتوا غلط. مشكله الشعب المصري انه دائما بيتسرع وبيفهم غلط، مع عظيم احترامي وتقديري يعني. هو كان يقصد انتهى عصر تخفيف الاحمال عن كتافك. انما انتوا عشان ناس طيبين، واحنا برضو احنا ناس طيبين يا خالي، قلنا بقى الحمد لله طلع لا في تخفيف احمال هنا ولا في تخفيف احمال هنا، طلع في انقطاع كهربائي هنا وكتفي بيتضغط عليه هنا، وفي الاخر هشحن كارت، هدفع كهرباء وهدفع غرامه. دي الحكايه يا حضره صانع القرار باختصار. انا مواطن قلتوا لي كده وسحبتوا مني كده وغليتوا عليا الكهرباء كده، ولسه رافعين لحد وصلتوا تقريبا 40% في احد الشرايح، ما سبتونيش في حالي. حتى الاستقرار ما قدرتوش تحققوا لي. بايه؟ بفلوسي. يعني خلي بال حضرتك، انت قطاع يعني قايم بفلوسي، ما بترحمنيش. مفيش شحنه من غير غرامه. طيب وانت فرضت ده على سند من قول انك قلت ما فيش، خلاص الكهرباء دي شيلوها من دماغكم، ما بتقطعش عندنا في مصر، هنخش موسوعه جينيس. الا ان السياره رجعت الى الخلف. رجعت. ايه التقدم الرهيب ده؟ طيب ايه اللي حصل؟ قال لك الحراره. الحراره يا حاج، الحراره، السخونيه وهوجه طب ازاي يا عم الحاج؟ قمت انا برضو لئيم، قمت سائل. طلعت الحراره مش حراره. طب ايه يا بيه؟ طلع الاستاذ المحترم المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء دكتور، مع احترامي ليه، طلع مع الاستاذ عمرو اديب
وتتفرج بقى على يعني مداخله تليفونيه مع عمرو اديب ماكره، هتتبسط. واحد عمال عايز يجيب واحد في حته والتاني يهرب منه الحته، واخد بالك انت؟ طبعا مين اللي عايز يجيبه في حته؟ عمرو. مين اللي بيهرب يروح حته او انا اسف مع احترامي ده رايي، الدكتور المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء. طيب سالوا ايه الاستاذ عمرو؟ قال له ايه يا عم الكهرباء عشان ما اطولش عليكم. قال له هو ده الجاز اللي بيجي لنا، اسف السولار اللي بيجي لنا، اسف الغاز، سامحوني معلش انا بني ادم يعني. غاز؟ غاز مين يا عم الحاج؟ انت بتتكلم جد؟ استر يا رب. غاز من بتاعنا اللي كتر، بتاع زهر، مش فاهمك. فهو الاستاذ عمرو قال له يعني انت دلوقتي بتطفي، ما عندكش، ما تقدرش تطلع، ولا انت تقدر بس عايز غاز؟ قال له اقدر بس عايز غاز. قال له طب ما تطلب غاز. قال له لا اصل الضغط كده، هم قالوا يعني ما معناه هو ده كده طب ايه طبعا الاستاذ عمرو عايز يجيبه، وده اهم حاجه عنده هذا الرجل المحترم الجميل، انه ما يجيبوش. بقت قضيته دفاع عن وزارته، واخد بالك انت؟ مش انا يا بيه. تيجي تروح البترول يقول لك لا يا بيه الغاز بيضخ انتوا عارفين مين اللي بيقطع الكهرباء في مصر؟ انا. ده اعتراف على الهوا عشان بس انا بقى وزاره الكهرباء هي بتقول لك طب خلاص اتصلوا بقى بوزاره الصحه. قضيه متحدث وزاره الكهرباء مع عظيم احترامي وتقديري لشخصه انه لا انا ما قلتش، لا انا بقول لا اصل دوله رئيس الوزراء قال. يا عم اديني جمله مفيده افهمها. فالاستاذ عمرو بيقول له يعني احنا ان شاء الله على نص الاسبوع كده. قال له ده مش انا اللي قلت، ده رئيس الوزراء. طب ليه على نص الاسبوع الجاي؟ على ما تصرفوا لهم شويه غاز. ما انا برضو يا جماعه اسمحوا لي، يمكن الصوت ده او الكلام ده مش واصل ودنكم لان انتوا ما بتقابلوناش، او يعني ايه انتوا في منطقه تانية. من فضلكم اللي بقوله ده مش شطاره مني ولا انا مخترعه، ده اللي بيقولوه الناس في مصر. مفيش غاز؟ طب مش في غاز وانتصارات غاز؟ الرئيس نفسه قال احنا جبنا جول. طيب يعني في غاز، طب بيتصدر، طب في حالة تصديره مش في بند مثلا يقول ان البلد في حالة اي ظروف قهرية او حرارة كده او احتياج كده؟ ما ده اللي انا بتكلم عليه. ما حدش يقدر يقول ان احنا ما عندناش غاز، لا عندنا غاز. طب في سوء تصرف ادى لده؟ طب هو كان يعني للدرجة دي احنا نقعد الفترة دي يتقطع عننا كهرباء ومية؟ ده للتوضيح. واحد هيقول لي طب ميه ليه؟ اقول لك ما هو الميه عشان الكهرباء بتقطع في حاجات مواتير والله اعلم، بس ده اللي بيحصل. مش في كل المناطق لكن بيحصل. اذا انت بقيت مواطن عايش من غير كهرباء ومن غير ميه في وقت الدوله بتتباهى فيه بانجازاتها في القطاعين دول. يبقى مطلوب مني انا كمواطن اصدق مين؟ ولا هتنك هاملني وتغضبني وتضايقني؟ محتاجين غاز، اجراءات يعني انا مش هقول للدوله طبعا تعمل ايه، اللي عايز يحل هيحل. بس انا ارجوكم ما تحطونيش في مواجهه مع الواد اللي بياخد 20 جنيه، والواد ده لو موجود يبقى لازم تقبضوا عليه، عشان لو كان هو اللي بيعمل كده يبقى العيب مش عليه. استفيقوا يرحمكم الله.